هي كيكة عادية جدا، أكيد كلكم شاطرين فيها وبتعرفوا تعملوها، لكن الجديد هتعملي بخليط واحد وفي صينية واحدة وبدون مواعين كتير، ميكس جميل ما بين كيك الشوكولاتة والفانيليا. عاوزة أقول لكم طريقتها ومقاديرها بسيطة جدا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نسلي الرسول في الأول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. في البولة هضيف 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة ممسوحة من الفانيليا، كوباية وربع من السكر، من غير بقى عجان ولا مضرب كهربائي ولا كمان خلاط، بالمضرب اليدوي كده على السريع. حبيت اسهل عليا وعليكم 5 دقايق ضرب متواصل لحد لما الخليط يفتح معاكي. نفس الكوباية اللي هنعاير بيها كل المكونات هتنزلي بكوباية الا ربع من الزيت نوعية كويسة، على كوباية من الحليب، بس شرط هنا لازم تدفيه شوية، هيديكي نتيجة حلوة جدا. معلقة كبيرة من الخل وشعرة الملح، اوعوا تنسوها، ونقلب. ممكن تستخدمي دقيق كيك او متعدد الاغراض. الدقيق هنا بضيفه على دفعات، اول كوبايه نخلتها ونقلب لحد لما يختفي تماما، وبعد كده اعاير كوبايه ونص تاني من الدقيق على معلقه كبيره من البيكنج باودر. شايفين بقى المقادير بسيطه وسهله ازاي وموجوده في اي بيت. يعني خدت مقدار الدقيق كوبايتين ونص على معلقه كبيره من البيكنج باودر، ما تكونش برضو مليانه زياده عن اللزوم. ونقلب كله في اتجاه واحد عشان الكيك ما يكونش مكتوم. انا عاوزه الخليط متوسط، لا خفيف ولا تقيل. بعد كده بقى هنجهز بولتين، يفضل يكونوا الاتنين قد بعض، هيساعدك الموضوع ده جدا في انك تقسمي الخليط ويكون متساوي. اول بقى حبه نزلت بيهم خليط الكيك الفاتح، والتانية اللي بالشوكولاته. حسيت ان البوله التانية محتاجه الحبه دول، هنزل بيهم كده اصبحوا متساويين. هضيف بقى على اللي بالشوكولاته معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. انا استخدمت الاسباني، لازم تنخليه عشان بيكون فيه تكتلات، بحب طعمه جدا الحقيقه. بعد اضافه الكاكاو هتحسي ان الخليط تقل شويه، لازم تخفي بشويه حليب، يعني قد ربع كوبايه كده، وتقلبي، وهو ده القوام المظبوط. هتجيبي بقى صينيه مقاس 28 بتكون مناسبه جدا، هتبطنيها بالسمنه وشويه دقيق وتضيفي بوله في النص. وانتي بقى بتنزلي بخليط الشوكولاته والفانيليا، لازم تكون ايدك في نفس الوقت بتنزل بالاتنين كده زي ما انا بعمل، ما ينفعش تاخري ايد وتنزلي ايد. شايفين؟ ترفعي بقى كده البوله بشويش خالص، وتساوي في النص باي معلقه وسباتيولا، هتديكي شكل جميل. ممكن تعملي اي شكل جمالي زي ما انا هعمل كده. فرنك بقى سخن من قبليها ب5 دقايق بس، درجه حراره 180 على الرف الاوسط، هتقعد معاكي من 35 ل 40 دقيقه. وده شكلها بعد التسوية، ما شاء الله كانت ريحتها قلب الدنيا. خليط الشوكولاتة كده محتفظ بنفسه، وكمان الفانيليا. ممكن تسيبيها تهدى وتقدميها وتقطعيها في نفس الصينية، بس انا حبيت اقلبها معاكم لان انا ليا تقطيعة كده ظريفة حابة اوريها لكم. هتقسميها من النص، وبعد كده هتجيبي كل نص تقطعيه كده بالطول زي ما هتشوفوا. الطريقة دي في التقطيع جميلة جدا ومختلفة. ركزي كده معايا، هتقطعي النص بتاع الفانيليا كده بالطول، وتلفي الصينية اللي بتقطعي عليها، وتكملي تقطيع الكيك بالشكل الجميل ده. ظريفة وسهلة وبترضي كل الأذواق، يعني بدل ما نتخانق نقول يا ماما عاوزين كيكة شوكولاتة أو عاوزين كيكة فانيليا، بخليط واحد وفي صينية واحدة عملنا أحلى كيكة شوكولاتة وفانيليا خطيرة. ما كلفتناش حاجة، والمقادير كلها في بيتك، هشة زي القطن وفاتحة من قلبها، وطعمها خرافة. وكمان كيكة الشوكولاتة أكيد الولاد بيحبوها وبيتجننوا عليها. يا اللي جربوها بعتولي، متأكدة إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوها أبدا. ألقاكم في حلقة جديدة، اوعوا بقى تنسوا اللايك والشير، وباي باي.